4 اشخاص طلعوا على شاب، قتلوه وخدوا الفلوس اللي معاه. ده اللي حصل مع يوسف. 4 اشخاص طلعوا على يوسف في قلب الصحراء، قتلوه وخدوا ال100,000 جنيه اللي كانوا معاه عهدة، اللي كان راح يسلمهم للشركة، ومشوا. المحامين اللي كانوا يترافعوا عنه يترافعوا ليه؟ هي القضية خلصانة. يعني 4 راحوا قتلوا شاب وسرقوه من غير ما يعمل لهم حاجة. يعني محامي اللي هو بيجيب حق المظلوم، هل فلوسك حلال ولا حرام؟ لما انت تطلع تترافع عن 4 دافع اهلهم دافعين ملايين طبعا، وتقول المتهم بتاعي بريء. بريء فين يابا؟ ده 4 طالعين قاتلين شاب زي العسل وحارقين قلب امه وقلب اخواته وقلب بلده بحالها عليه، وسرقوا الفلوس اللي معاهم ومشوا. راح تقول للقاضي وهي في محكمه ليه؟ يعني هي هيتعمل جلسه ليه؟ هي القضيه خلصانه. 4 طلعوا قتلوا شاب وخدوا الفلوس اللي معاه ومشوا. يعني قتل وسرقه مع سبق الاصرار والترصد، يعني اعدام وقتي لل4 عشان نار امه تبرد. محامي راح يترفع عنهم واخد 2 مليون 3 مليون، هتقول ايه بقى؟ هتقابل ربنا تقول له ايه؟ بقول لك يعني هم راحوا سرقوه وقتلوه، يعني مش خناقه، مش حوار، لا ده سرقه وقتل. اقسم بالله الواد ده لو ما رجع عليا النعمه وحياه ربي يبقى احنا عايشين في غابه فعلا.